السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم مهنيين وباحسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم حبيباتي جبت لكم بسبوسه القطايف محشيه بكريمه خفيفه وبنينه وبزاف هايله. نتمنى تقعدوا لاخر الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله الطريقه بالتفصيل. وهنايا على بركه الله عندي 3 حبات بيض، بيان سور البيض تاعي بحراره الغرفه. ضفت عليه قرصه ملح، نزيد نضيف هنا كاس غير ربع من السكر الناعم. هنا ما نكثروش السكر، راح يعني نشربوا فيما بعد البسبوسه تاعنا. نمزج بيان المكونات تاعي كما راكم تلاحظوا، غير بالفوي فقط البنات. بعدها نضيفوا الزيت، عندي هنا كاس غير ربع من الزيت، حوالي 150 مليلتر. نضيفوا هكذا غير بالعقل ونكمل نخلط بالفوي. فوالا، ونزيد البنات نضيف هنا لافاني، نضيفوا حوالي مغرفه صغيره لافاني مع الزيست تاع التشينا. هنا تقدروا ديروا الزيست تاع القارص كما تقدروا تستغناو يعني عليهم، فقط باش نسمو هكذا البسبوسه تاعنا. بما انه يعني رانا في وقت التشينا والقارص، نستغلوا هكذا الفرصه نديروهم في الحلويات، يعطيونا عفوا بنه هايله. هنا نزيد نضيف كاس غير ربع من الحليب 150 مليلتر ونكمل نخلط بالفوي. بعدها نضيفوا السميد تاعنا. هنا درت سميد رطب البنات، درت 235 غرام، يعني كما شفتوا الكاس تاعي عمرته بيان بومبي. نزيد نضيف بيان سور الخميره، عندي هنا ساشي ونص خميره الحلوه، دائما الخميره نغربلوها. نضيفوا هكذا ملعقه صغيره كما شفتوا، يعني خليت النص. نكمل هنا نغربلها هكذا ونبدا نخلط المكونات تاعي. دائما البنات نستعمل فقط الفوي كما قلت لكم، يعني اللي حبت تدير تخدمها بالباتور تخدمها، بصح يعني ما تسحقش الباتور صراحه، فقط بالفوي وتكون واجده. هنا نكمل الخليط عفوا السميد تاعي حتى نتحصلوا هكذا على خليط يجي خفيف. كما شفتوا هنا في البدايه يجينا الخليط تاعنا خفيف. بعدها البنات نغطيه، يعني نخليه يريح حوالي 5 دقائق ويعاود يشد روحه. هنا وجدت هاد المول البنات، المول تاعي دهنته غير بالزيت، بما انه راح نشربوا البسبوسه تاعنا، فما ديروش يعني الفارينه، فقط بالزيت. وهنا يا البنات الخليط تاعنا بعد ما شرب هذوك السوائل كما قلت لكم خليته حوالي 5 دقائق، يجي هكذا هايليك لا تيكستور تاعو، يعني يعاود يجي شويه هكذا ثقيل. هنا نفرغ فقط النص كما راكم تشوفوا، نسويه بيان هكذا في المول وندخلو للفرن. الفرن تاعي بعد ما يعني خليته يسخن على 180 درجه، جست نشوف يعني الحواف بداو يحمروا نحيها من الفرن. هاي ليك البنات، هنا بعد ما طابت لي البسبوسه تاعي، هنا نروحوا مباشره نوجدوا الكريمه تاعنا. بالنسبه للكريمه نحتاجو هنا 2 كيسان من الحليب، بيان سور الحليب هنا البنات بارد. نضيفوا عليه 3 مغارف كبار من المايزينا. كما شفتوا المغرفه تاعي يعني عمرتها بيان. نزيد نضيف هنا 2 مغارف كبار سكر. هنا ما نكثروش السكر البنات، واللي حابه يعني تجيها الكريمه تاعها حلوه تقدر يعني تزيد الكميه. ضفت ثاني لافاني، حوالي نص مغرفه كبيره لافاني، ونخلط المكونات تاعي. يعني هنا نخلط بارد في بارد، نحط الكاسرونه تاعي فوق نار هاديه مع التحريك بيان سور حتى يثقل الخليط. بعدها نضيف هنا 2 علب من ياغورت ناتور، الياغورت الطبيعي. يعني هنا نضيفه مباشره والكريمه سخونه البنات.
يعني هاد الكريمه سهله ماهله وصدقوني تجي بزاف بنينه، تجي خفيفه وبنينه. هكذا ونخلط المكونات، نخلط يعني بيان الكريمه تاعي. وهاي ليك البنات الكريمه واجده، تجي هكذا خفيفه يعني ما تجيش ثقيله بزاف. وهنا نروح مباشره نفرغوها فوق البسبوسه، يعني ما نخليوش الكريمه تاعنا تبرد، ما نخليوهاش يعني حتى تشد روحها. هي في الحقيقه اذا خليتوها راح تشد روحها بالخف، فنفرغوها هكذا ونخليوها على جهه حتى تشد روحها، يعني حتى تبرد لنا الكريمه باش نروحوا نفرغوا الخليط، يعني نص ثاني من الخليط من الفوق. طريقه سهله مهله يا البنات، وصدقوني هاد البسبوسه تجي روعه روعه. هنا نخلي الكريمه تاعي حتى تبرد باش نروحوا نفرغوا الخليط تاعنا. هاوليك الخليط تاعنا البنات، هنا بيان سور بعد ما يعني خليناه عاود شد روحو. شوفوا البنات كيفاش تجي لا تيكستور تاعو. هنا واش راح نديرو، راح نضيفو حوالي 2 مغارف كبار من الحليب، يعني نخففو شويه بالحليب هكذا، غير يعني حوالي 2 ل 3 مغارف كبار من الحليب فقط، جوست تشوفوا هكذا خفيف باش يعني يسهل علينا كي نفرغوه فوق الكريمه. نروحو هنا نفرغو مباشره فوق الكريمه بعد ما بردت لنا، يعني بعد ما شدت روحها. بهذه الطريقه البنات، ونعاودو ندخلوها للفرن. هنا كي ندخلوها للفرن نشعلوها من الفوق فقط البنات، يعني ما تشعلوش الفرن تاعكم من التحت، شعلوا الفرن تاعكم من الفوق. والمول تاعكم بيان سور حطوه في الرف الاخير، يعني حطوه لتحت كامل، ونخليوها يعني حتى تشوفوها طابت، حتى تشوفوها حمارت. هنا البنات قبل ما نحطوها يعني ندخلوها للفرن نديروا القطايف تاعنا من الفوق. هذو القطايف كنت شاركت ديجا معكم يعني الوصفه قبل هذه الوصفه تاع المعسله، معسله القطايف. وقلت لكم يعني وريت لكم الطريقه كيفاش نديروهم. درت عليهم الزيت مع المارغرين، بعد ما ذوبت بيان سور المارغرين ضفت عليه الزيت وحليت هذوك القطايف وحطيت درتهم في سنيوه، حطيتهم في الفرن، شعلت الفرن تاعي غير من الفوق وحمصتهم. هذا ما كان البنات. هنا بعد ما حطيت يعني البسبوسه تاعي داخل الفرن باش طيب، نجوزو هنا نحضروا مع بعض الشربات. هنا البنات بالنسبه للشربات درت كاس من العسل مع كاس من عصير البرتقال، خلطتهم هكذا بيان. هنا ضفت كاس غير ربع من العصير البرتقال، يعني درت كاس وكاس غير ربع، نخلطهم بيان. هنا نضيفو ثاني لوزاز تاع تشينا البنات. يعني هنا في يعني ما راحت لي هذيك اللقطه وين ضفت لوزاز تاع تشينا. هنا بعد ما حطيت الكاسرونه تاعي فوق النار جوست يعني شفتها بدات تغلي، نحيتها وصفيت الشربات تاعي كما راكم تلاحظوا، يعني نصفيها مباشره ونخليوها تبرد. هنا لازم نخليوها تبرد مليح باش نشربوا البسبوسه تاعنا. هاي ليك البسبوسه البنات بعد ما طابت، هنا البسبوسه سخونه والشربات بارده. انا فرغت هكذا الشربات تاعي في هذه الكاسرونه يعني باش تبرد بيان، وثاني باش تسهل عليا يعني نشرب البسبوسه تاعي بسهوله. نشربها هكذا بيان، نخليها تتشرب مليح ونعاود نشربها للمره الثانيه. لازم يعني تتشرب مليح هذاك السيرو ولا الشربات تاعنا، ونخليوها البنات تتشرب كما قلت لكم بيان حتى يعني نشوفوها بردت مليح مليح. هاي لك هنا بعد ما زينتها هكذا يعني شويه مكسرات، هاوليك الشكل تاعها كيفاش يجي البنات، تجي بزاف هايله. فقط سمحوا لي يعني ما قطعتهاش معكم، ما درتش فيديو صراحه، كان يعني قسمتها في الليل وكانت الاضاءه عيانه بزاف،
فاكتفيت غير بهاد الصور، حتى يعني هاد الصور البنات ماشي بالهاتف تاعي صراحة. المهم جات هايلة، جات مشربه خفيفه وتوالم بزاف السهرات، سورتو السهرات الرمضانيه. نتمنى يا البنات تجربوها وترجعوا لي الخبر في التعليقات، وما تنسونيش بجام اللي طلع لا فيديو. واللي زارت القناه لاول مره نقول لك حبيبتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس هكذا باش يوصلوك كامل الوصفات. الى هنا حبيباتي ناتي الى نهايه الفيديو تاع اليوم. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ومع السلامه.